السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مملح بحجم عائلي وغير بقايا ديال ورقه البسطيله واي حاجه متوفره عندكم في ثلاجتكم. ندوزو على بركه الله المكونات وطريقه التحضير. كناخذ مقله كنديرها فوق النار، كندير فيها طريف ديال الزبده مع بصله اللي قطعتها مربعات صغار. كنشحر البصله مزيان حتى كطيح ليا، وكنضيف لها هنا عندي قطع ديال الكالامار مع الكروفات اللي عندي في المجمد. كيف قلت لكم اي حاجه عندكم يمكن لكم تستعملوها. عندي معلقه ديال النشا. كنحرك هاد المكونات مع بعض وكنضيف لهم كاس ديال الحليب. كنخلي هاد المكونات حتى كتجانس وكتعقد ليا. هنا عندي الشامبينيون اللي ديجا جامد، وهنا عطريه اولا شرموله الحوت اللي ديما كنحضرها معكم حتى هي عندي في المجمد. كنضيف الفرماج محكوك، وكذلك كنضيف الشعريه الصينيه بعد ما رقتها. هنا عندي بيضه مع شويه ديال الصوجه وشويه ديال الخل والملح والبزار. كنخلط بهم هاد الورقه اللي ديجا قطعت. كيف ما كتشوفوا كنستفها في المول اللي مدهون بالزبده. كنحطها باقا